النهارده هعمل معاكم المكشكشه باقل تكاليف وطعمها تحفه وارخص من بره كمان، بتتباع بره برقم كبير. هنعمله في البيت باقل تكلفه، هنعمله بطريقه مختلفه عن كل الطرق اللي عملناه بيها قبل كده. بالطريقه دي هتاكلوا جلاش حلو خفيف مكونين بس، هتعملي صينيه تشرفك في العزومات او الولاد هيحبوها وهيدمنوها كمان. هنعمله بطريقه مختلفه وهنضيف عليه شويه مكونات هتنقله في حته تانية. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. هنبتدي بقى هنعمل الوصفه. اول حاجه كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه. اول ما الميه تغلي على النار احنا مش بنقلبه، لما اول ما بيغلي بنقلبه وبنعصر عليه نص ليمونه. وبعد ما بنطفي عليه النار كيس من الفانيليا بس، مفيش ابسط من كده. تقدري تضاعفي الكميه، مثلا لو 4 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ميه او كوبايتين ونص من الميه، يبقى احنا عملنا مقدار الشربات. كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه على الصينيه اللي هي قدامكم دي. هتاخد معانا المقدار ده وهتاخده كله، والجلاش معاكم هيشربه كله كمان وهيبقى مظبوط وتحفه، وسكره هيكون مظبوط. اول حاجه هندهن الصينيه ماده دهنيه سمنه، وبعد كده هتبداوا تكشكشوا الجلاش. معانا لفه جلاش، تقدروا لو كبروا الصينيه كمان، لو انتوا حابين تعملوه كميه اكبر تقدروا تجيبوا لفتين برضو تكشكشوهم زي ما انا بعملهم كده. تبداوا الورقه زي ما بصي بنعمل زمان كده بالفلوس، زمان نبدا نكشكش الفلوس كده ونلعب بيها واحنا صغيرين كده. بنعمل بقى حروف، حرف ام، حرف اي حروف. احنا بقى مش هنعمل حروف، احنا هنكشكشها طبقه من ورا وطبقه من قدام ونلفها على بعض كده ونبدا نلزقهم في بعض في الصينيه. هي دي المكشكشه بتاعتنا. طريقه الجلاش دي تحفه وخفيفه وما بتاخدش وقت، ولا كل شويه رقه ورقه ودهني ماده دهنيه والكلام ده، لا ده هي ابسط مما تتخيلوا، بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين كده هنكشكشها، هنبدا نكشكش الورق بكل سهوله ونحطه في الصينيه بس. انا هنا مستخدمه لفه، تقدروا تستخدموا لفتين وتكبروا الصينيه عادي. انا بقى اول ما الشربات غلي على النار شيلته كده وبديت اشيل الريم اللي فيه، وعصرت نص ليمونه وهسيبه يغلي لمده دقيقتين 3 كمان وبس. ما بياخدش اي وقت ولا اي حاجه. اول ما بطفي عليه النار تقدري تضيفي عليه كيس من الفانيليا او معلقه من الفانيليا السايله عادي زي ما تحبوا. نبدا بقى نكشكش الجلاش زي ما انتم شايفين، زي ورا بعضه ورا بعضه كده بالطريقه اللي تحبوها، المهم تكشكشوه اكنكم بتعملوا جايبين ورقه كده وبتعملوا بها مركب، بتعملوا بها اي فورمه كده اي شكل كده. احنا اكتملت معانا الصينيه وعملنا خدت اللفه كلها. بعد كده بتجيبي تسيحي كوبايه سمنه على النار وتسقيها كامله، ممكن تحطيها في كوبايه وتسقيها او تعمليها بالفرشه، بس اهم حاجه تخترق كل الفراغات او المسام او الحاجات اللي موجوده بين الجلاش عشان يوصل السمنه لكل مكان، عشان يطلع معاكي تحفه ومورق وجميل. هنا بقى هنعمل الصوص بتاعه، بندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، بيتحمر من فوق ومن تحت. قبل ما يتحمر قوي ب10 دقايق تكوني عاملة الخليط ده. الخليط ده عبارة عن ايه؟ كوباية كبيرة من اللبن، عليهم معلقتين من الكاستر، معلقتين من السكر الناعم البودرة، ولو مش ناعم بودرة السكر بتقدري تعملي السكر، تحطي السكر الخشن عادي، بس اهم حاجة تدوبيه كويس. اهم حاجه تدوبوا السكر كويس. يبقى كوبايه من اللبن كبيره عليهم معلقتين من الكاستر، او تقدروا تستبدلوا عن الكاستر بالنشا، بس الكاستر معزز طعم وبيديه طعم تحفه جدا وبيكون حلو خالص. عليهم معلقتين من السكر وكمان معلقه من السمنه. بعد كده بنطلعه بندخله الفرن ياخد شويه كده ويتحمر ويكمل التحمير بتاعه او السوا بتاعه. بعد كده بنطلعه بنضيف له الشربات. الشربات بيكون بارد والجلاش بيكون سخن، يبقى بارد على سخن وبيطلع معاكي تحفه ومقرمش وجميل وطري في نفس الوقت، وطعمه حلو وخفيف، والكاستر مديه طعم ولون حلو خالص حكايه. تقدروا تغمقوا اللون، تقدروا تفتحوه، بس هي دي درجه الجلاش التحفه الجميله. يعني هنا بوريكم ان هو شرب الشربات كله، طعمه حكايه وجميل وهيعجبكم، خفيف وطبق حلو خالص في المناسبات والعزومات وعلى السفره، بيكون جميل ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا فيه دهون كتير ولا فيه سمن كتير، باقل تكلفه. هنا دي المتكشكشه، انا مسرعه الفيديو بوريكم ان هو طعمه حكايه وتحفه وجميل جدا وعجبنا جدا وعجب الولاد. ببدا اقطع منه الصينيه من تحت زي من فوق، ما لزقش. بصوا طعمه اكنك بتاكلي كده مهلبيه.